صباح الفل عليكم. احنا بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات، بس النهارده احنا موجودين في مكان من الاماكن المقدسه يعني معبد دندره. النهارده عايزه اكلمكم كده عن جزء تاني ما اتكلمناش فيه بخصوص الديانه. ايه الفرق بين المعتقدات القديمه عن الديانه ومعتقداتنا احنا في الديانات بتاعتنا الحديثه، او الديانات اللي بنسميها الديانات الابراهيميه. حاجة مهمة جدا إن زمان الإنسان كان دايما في تناغم مع كل عناصر الكون، اللي هي including الطبيعة والمخلوقات التانية اللي موجودة على الأرض، والحيوانات والحشرات وكل حاجة تاني، والطبيعة والأشجار والأرض والسماء والأمطار وكل حاجة. الإنسان ما كانش كائن مؤذي، ما كانش بيموت، ما كانش بيقتل، ما كانش بيستغل الحاجات كلها. فكان في نوع من الهارموني بين البني آدم وبين باقي عناصر الكون، فالإنسان ما كانش بيعيا، ما كانش بيبقى عنده مشاكل جسدية. فدي كانت من الحاجات اللي كانت بتخلي الإنسان بيعيش دايما في صحة كويسة نفسيا وجسديا. لما احنا اتطورنا دلوقتي بقى عندنا تكنولوجي في كل حتة، وبقى عندنا موجات في كل مكان بتأثر على كل عضو من أعضاء الإنسان، زي التليفون. بيقولك لما تنام ما تحطش التليفون في الأوضة اللي انت نايم فيها، مش بس جنب دماغك، لأنه الموجات اللي بيصدرها التليفون والحاجات الإلكترونية كلها بتأثر على جسم الإنسان، وبتأثر كمان على وعيه. فده كله أثر على صحة الإنسان النفسية والجسدية. لقيت إن أنت بتبقى متأثر جدا، مش بس كده، أي حاجة مدخلات بتدخلك زي أنواع معينة من المزيكا بنسمعها دلوقتي بتعصب جدا وبتدخلك في مود مش لطيف. الإنسان ما كانش عنده رغبة إنه يدور على حد ينقذه من المشاكل اللي هو فيها، ما كانش محتاج للدعم النفسي اللي احنا محتاجينه دلوقتي. فده كان من أهم الأسباب اللي بتخلي الإنسان بيتعامل مع كل الحاجات عناصر الكون على إنها جزء من الواحد، يعني لأنه الديانات القديمة كانت بتصدق وبتعتقد إن الإنسان القديم كان جزء من الوحدة بتاعة الكون كله. الكون كله كان وحدة واحدة، وبعدين خرج منه العناصر كلها بما فيها الإنسان والطبيعة وكل حاجة. فالإنسان ما كانش عنده خوف، ما كانش عنده المشاعر السلبية اللي عندنا دلوقتي، فما كانش محتاج قوي الخالق اللي هو خلق كل حاجة، وخلق الإنسان وخلق الحيوانات وخلق كل حاجة، فمش محتاج هذا الكم من الدعم. فما كانش بيشغله جدا فكرة ان انا اعمل خالق لكل حاجة. الكونسبت او مفهوم الديانة ومفهوم الاله في مصر القديمة غير مفهوم الاله عندنا دلوقتي. فزمان في مصر القديمة او في الديانات القديمة عموما كان بيدي شكل لأي حاجة، اي ظاهرة بتحصل. مش لازم يسميها اله، بس احنا لما ترجمناها لكلمة اله. بس اي حاجة ما كانتش مفهومة بالنسبة له في الحضارات الاخرى زي العراق بشكل خاص. الريح كان بيديلها اسم وبيسميها اله مش عارف مين، المطر كان بيسميه مش عارف مين، لان الظواهر دي كان محتاج ان هو يقول ان دي ظاهرة بتحصل، وده الشخص المسيطر على الظاهرة دي. لكن احنا دلوقتي محتاجين نلاقي تفسير للظواهر اللي بتحصل، محتاجين نقول للناس ان الظاهرة دي بتحصل ازاي، حاجة بتحصل بتدمر الكون او بتدمر الانسان، والمفروض ان ربنا هو الخالق وهو المتحكم في الموضوع ده. فبنقف في حتة ان احنا مش عارفين نفسر الكلام ده ازاي، فبنقول ان الانسان اساء للطبيعة فالطبيعة بترد. لكن زمان ما كانش بيشغلهم قوي فكرة ان انا عندي خوف وعندي غضب وعندي مشاعر سلبية كتير متركزة فيا، فمحتاج حد يساعدني، محتاج دعم نفسي اكتر ما اني محتاج احس بالفكرة او الكونسبت نفسه اللي كانوا مقتنعين بيه زمان. احنا دلوقتي في الديانات الحديثة بتاعتنا صعب جدا ان احنا نفهم فكرة الاله. اولا الاله ملوش شكل، ملوش شيب، ملوش جسم، يعني ملوش شكل بني ادم كده، فانا هقدر افهم الفكرة او احدها في دماغي، لان عقولنا محدودة جدا دلوقتي، بقت محدودة اكتر. فبقى صعب جدا ان احنا نفهم فكرة ان الاله ده احنا مش قادرين نشوفه. الاله ملوش اسم. دي حاجات من الحاجات الأساسية اللي مختلفة بيننا وبين الديانات أو الميثولوجيا القديمة، سواء في مصر أو في العراق أو في أي بلد تانية قديمة. احنا بأفكارنا المحدودة دلوقتي وبدماغنا المحدودة بقينا لازم عشان نتخيل شكل الإله نعمله شكل. يعني في المسيحية الموضوع أسهل شوية، لأنه ده بيتمثل بالسيد المسيح، فالناس بتبقى سهل شوية أن هي تستوعب فكرة الإله. لكن في الديانات الإبراهيمية التانية زي اليهودية والإسلام ما عندهمش صورة بتمثل ده، فالموضوع بيبقى معقد أكتر شوية. بعدين لما نقعد نفكر إحنا لما نصلي بنسمي ربنا إيه أو بنناديله بإيه، هنلاقي إن المسلمين مثلا عندهم 99 اسم حطوا فيه كل الصفات اللي محتاجينها من الإله.
وبالتالي احنا بنكلم ربنا بنناديه او بنسميه بالحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني لو انا عيان هقول له انت الشافي، لو انا مثلا محتاج حاجة هقول له انت المعطي، لو انا محتاج ان ربنا ياخد لي حقي بقول له انت الجبار والمنتقم. فاحنا بنسمي الاله دلوقتي بحسب احتياجاتنا احنا. زمان الموضوع كان مختلف، لانه زمان انا ما كنتش محتاج قوي للدعم ده. فاحتياجي للدعم دلوقتي بيختلف تماما عن احتياج الكائن القديم للدعم. هو كان عنده نفس المشاعر برضو، بس ما كانش عنده مشاعر سلبية، ما كانش عنده ديسكونكشن مع باقي الكوزموس او العالم. يعني عشان كده ما كانش عنده نفس طريقة التفكير اللي احنا بنفكر بيها دلوقتي. لكن اختلاف أساسي بين الديانات الحديثة أو الديانات الإبراهيمية والميثولوجي القديمة اللي هي الأفكار والمعتقدات والديانات القديمة. في الاختلاف هي إن إحنا دلوقتي عندنا الإله الواحد وعندنا صورة واحدة، أو ما عندناش صورة أصلا في بعض الديانات. لكن الديانات القديمة كان عندنا إله واحد برضو، ولكن عندنا صور متعددة، عشان احنا بنتكلم عن بداية خلق الديانات وبداية خلق الأفكار والحاجات دي. فهم كانوا ما ينفعش يقولوا للناس ان ربنا موجود في كل مكان، وانا بس ربنا ده ملوش اسم، وربنا ده انا ما اقدرش اشوفه، وربنا ده مش قاعد في مكان معين، وده ملوش شكل مادي عشان ربنا مش محدود. كان لازم وهم بيقولوا الكلام ده يلاقوا صور منطقية يشرحوا للناس بيها انه ازاي الصورة دي بتمثل الجانب ده من الاله. لكن معظم الديانات القديمة ما كانش عندهم تعدد آلهة، بس هم كان عندهم انه الاله واحد، بس بما انه ملوش شكل، بما انه محدش شافه، بما انه ملوش اسم، ممكن اتكلم عن صفات الاله او تجليات الاله. وده اللي اترجم غلط بكلمة الالهة، لان احنا ما كانش عندنا تعدد آلهة، وعندنا دايما ريفرنس بيقول زي الكتاب ما بيقول، حتى بنستخدمها لغاية دلوقتي. الكتاب ده اللي هو الكتاب المقدس بتاع المصريين القدماء، اللي كان بيتكلم فيه عن الاله الواحد، لكن كان بيديله اسماء زي اسماء الله الحسنى، زي اشكال، زي حاجات مادية الانسان يقدر يشوفها ويفهمها. مثلا الظواهر اللي كانت بتحصل كانوا مهتمين جدا ان هم يفسروها ويعملوا لها قصة. كانوا بيوصلوا بين الشخصيات دي كل صفة من الصفات او تجلي من التجليات بيدوله شكل. الاشكال دي بتتقاطع في نقط معينة، وابتدوا يعملوا قصص زي القصص الدينية اللي احنا بنعملها، عشان يعملوا علاقات بين الفيجرز دي او بين التجليات بتاعة الاله. فيقول مثلا فلان اتجوز فلان وخلف كذا، عشان يشرح لك فكرة ان البيز بتاع الكوميونيتي ان هي مبنية على الاسرة، انه راجل وست وعندهم اطفال. في علاقات تانية متداخلة، يعني مثلا بيتكلم عن رع، وبيقول ان عين رع دي خرجت في صورة سخمت اللي هي على شكل انثى الاسد، وراحت تدمر العالم لما العالم ابتدى ما يسمعش كلام الاله، وبعد ما خلصت الميشن بتاعتها رجعت تاني في عينه. فمش بس بتتقاطع في نقط، لا كمان بترجع تتحد في نقط وبتسيح وتنصهر وترجع واحدة واحدة، وفي مواقف تانية بتنفصل. فهي كلها واحدة واحدة، هي كلها احنا بنتكلم عن إله واحد، بس بنتكلم عن زوايا مختلفة. مثلا لما حب يقول للناس ان انت لو انت في مكان مفتوح، اي اتجاه هتبص فيها تشوف السماء لمسه الارض، لان الارض كرويه. يعني المصريين ما قالوش ان الارض مسطحه ولا حاجه، دي اختراعات ظهرت بعدين. الارض كرويه بالشكل ده، فعايزين يشرحوا للناس يعني ايه الارض كرويه، فعملوا شكل ست عامله كده لمسه الارض بايديها، اطراف صوابعها وباطراف رجليها. وعشان يشرحوا لهم برضو ازاي الشمس بتظهر وتغيب، فعملوا ان الست دي بتبلع الشمس في الغروب، بتبلعها وبتفضل الشمس تمشي في السماء دي طول الوقت، وبعدين تلد الشمس في الصباح القادم او في شروق الشمس الجاي. هوريكم الصورة دي متصورة في اماكن كتيرة جدا، بس من احسن الاماكن اللي متصورة فيها هي معبد دندرة اللي انا فيه النهاردة. هوريكم صورة الشكل ده اللي ادوه للظاهرة دي، وادولها اسم كمان سموها نود. بس هما ما عبدوش نود دي منفصلة، نود دي كانت بس بتشرح الظاهرة بتاعة السماء، ان السماء موجودة في كل مكان ما نبص في الافق كده بنشوف السماء جاية لمسة الارض. وكمان فكرة ان الشمس بتطلع الصبح وبتمشي اخر النهار بتختفي بتروح فين وبتظهر تاني يوم عادي. فالظواهر دي كانوا بيفسروها بقصص ويعملوا علاقات بين الفيجرز اللي هم بيعملوها دي. وكمان كانوا بيدخلوا القصص دي في قصص النجوم، بيجيبوا مثلا ستار كونستليشن او مجموعة نجمية فيها مثلا 10 نجوم، فيرسموا 10 بني ادمين ويعملوا علاقات معينة بينهم ويرسموها على الحيطة، ونيجي احنا نقول ان دي مناظر جنازية. طبعا الكلام ده مش مظبوط.
بس ده يرجع لجهل لينا، لان احنا مش كل العلم اللي كان عندهم موجود عندنا دلوقتي واحنا عارفينه، فاحنا مش كل حاجة نعرفها. ففي حاجات بنقولها عن عدم علم، وفي حاجات بيبقى في ناس اتكلمت فيها وعرفناها، بس احنا مصرين ان الكلام ده مش مظبوط. خلينا اوريكم نوت ونرجع نكمل قصة الانشن ميثولوجي في مصر او في البلاد التانية. دي نوت اهي، وهي بتبلع الشمس وهي لامسة الارض بايديها الاتنين. ودي اهي رجليها وهي لامسة الارض وهي بتلد الشمس اهو، الشمس اللي احنا شايفينها دي كل يوم الصبح، وهي الاشعة بتاعت الشمس بتقول ان ده شروق الشمس، وده الغروب. وهي اهي بتبلع الشمس وهي داخلة بقها اهي، وهي بتمثل على شكل ست. الست دي اللي هي بتمثل السماء اللي احنا ادينا لها اسم وسميناها نوت. احنا مكملين في قصة الديانة القديمة. احنا في مصر ما اديناش قوي اسماء للحاجات، الظواهر الكونية اللي بتحصل زي الزلازل والرياح والبراكين والحاجات دي. احنا كان عندنا 9 براكين زمان حصلت في مصر، بس ما فيش حد خالص بيتكلم عنهم. عندنا ظواهر كتير حصلت وزلازل كانت قوية، منهم الزلزال اللي وقع تمثال من ال4 تماثيل بتاعة ابو سمبل. بس احنا ما اديناش اي اسماء للظواهر الطبيعية اللي كانت بتحصل في اماكن تانية زي العراق. كان عندهم بقى الالهة دي وبيسموها الهة. هم كانوا بيفسروا اي حاجة مش مفهومة بيسموها اله، او في الترجمة نقلناها سميناها اله. بس الناس اللي ترجمت جاية من خلفية مختلفة، في تزاوج بين الآلهة وبين البشر، فما كانش عندهم مشكلة ان هم يكون عندهم تعدد آلهة. بس احنا هنا في مصر ما كانش عندنا تعدد آلهة. هقول لكم مثال بسيط وفكرة بسيطة. مثلا اكتر فيجر او شكل معروف في مصر القديمة كان امون رع، اللي هو كان الشكل الرئيسي اللي يمثل الإله في الأقصر او في الدولة الحديثة. امون رع ده كان هو بيمثل صفتين عكس بعض في الاله، وهما المصريين القدماء او الاله بيجمع كل التضاد، يعني الصفات اللي عكس بعض. زي مثلا احنا عايزين نقول ان ربنا موجود في كل مكان، في نفس الوقت احنا ما نقدرش نشوفه، فدول صفتين عكس بعض، ان هو موجود في كل مكان وان هو محدش بيشوفه. فموجود في كل مكان دي معناها visibility، او معناها ان هو نقدر نشوفه في كل مكان. فايه اللي هو موجود في كل مكان؟ فلما فكروا في الفكرة لقوا ان اكتر حاجة بتلمس مع الفكرة دي هي الشمس، لان الشمس كل الناس بتشوفها، موجودة في كل مكان، هي ابدية بالنسبة لحياتنا احنا. يعني حتى لو اختفت بعد 300,000 ولا مليون سنة احنا مش هنكون موجودين، فهي بالنسبة لحيواتنا احنا هي ابدية. فاختاروا شكل الشمس وادوله اسم سموه رع، وده بقى بيمثل الفيزيبيليتي او الصورة البصرية للإله، ان احنا بنقدر نشوفه في كل مكان، وان هو موجود في كل مكان وموجود على طول. في نفس الوقت محدش يقدر يشوف ربنا، عشان ربنا ملوش شكل فيزيائي او شكل مادي محدود، لانه هو ربنا غير محدود لانه موجود في كل مكان. فايه هو اللي موجود في كل مكان؟ ممكن نحس بيه بس ما نشوفوش، بس موجود في كل مكان. ممكن ما نحسش دايما بوجوده، بس بنحس جدا بغيابه. اكتر مثال مناسب لده هو الهواء، لان الهواء بيمثل حاجة موجودة في كل مكان، حاجة ما نقدرش نلمسها، ما نقدرش نشوفها، بس نقدر نحسها. فدي فكرة الانفيزيبيليتي، او فكرة الحاجة لا تراه العين يعني. فعشان نرسم الهواء او نمثل الهواء في شكل حاجة صعبة جدا، بس الهواء نحس بيه لو جه مثلا شوية هواء وطيروا البتاع ده. فهم اختاروا حاجات لما الهواء يحركها بنشوفها، فجابوا ريشتين وحطوهم وقالوا ان الهواء لما يعدي الريشتين دول هيتحركوا فهنعرف ان الهواء موجود، وسموا الفجر ده امون. فبقى عندنا امون رع، امون المرئي، امون الغير مرئي، ورع المرئي، لان الشمس متشافه في كل مكان والهواء مش متشاف، فهم دمجوهم مع بعض وعملوا شكل راجل وسموه امون رع. فده بقى الصوره المنتشره والمعروفه للاله في منطقه الاقصر او طيبه، اللي مخصص لها معبد الكرنك ومعبد الاقصر، فبقينا نسميه امون رع. في اماكن تانية حبوا يتكلموا عن الطبيعة المدمرة للاله، الاله ده ممكن يدمر كل حاجة، فاختاروا شكل واحدة ست. الدمار تقريبا مرتبط بالانثى يعني، فاختاروا شكل واحدة ست وادوها شكل الانثى الاسد. الانثى الاسد ممكن تبقى اجريسيف جدا، وهي اللي بتصطاد وهي اللي بتروح تجيب الفريسة.
فلما اختاروا فيجر يمثل الجانب الاجريسيف ده من الاله، اختاروا شكل انثى الاسد وادوها اسم سخمت، وقالوا ان سخمت دي بتجيب الحقوق، فسخمت عملوا لها شكل وحطوا لها كده شكل انثى الاسد. الاله طيب جدا وحنين. وانا دلوقتي قاعده مع فلاحين وبقول لهم ان ربنا ده حنين جدا، فانا عايزه اقول لهم زي ايه. فاختاروا شكل البقره، لان البقره بالنسبه للفلاح بتمثل له حياته، وما ينفعش اقول له انت حياتك موجوده وربنا موجود وبياخد باله منك وما ادلوش مثال. فجابوا مثال البقره وقالوا له حنين وكويس وطيب زي البقره، وجابوا البقره وادوا لها اسم وعملوا لها شيب ويخلوها بتتمثل يا اما بقره كامله يا اما بشكل ست، عشان احنا هنا بنتكلم عن الصفه المؤنثه اللي هي الحنيه والطيبه، فادوها شكل ست وسموها حتحور، سموها إيزيس في تجليات تانية حسب الصورة اللي هي بتطلع فيها أو حسب المكان اللي هي بتطلع فيه. وهكذا كل الصور اللي احنا بنشوفها دي صور أو تجليات للإله الواحد اللي كان موجود في مصر زمان، مش تعدد الآلهة. طيب احنا ليه عندنا ستات وليه عندنا رجالة؟ يعني ليه عندنا بيقولك الإله كذا والإله كذا، مع الوضع في الاعتبار ان هما مش آلهة منفصلة يعني. زي ما قلت لكم دلوقتي في صفات مؤنثة وفي صفات مذكرة. يعني الصفات المؤنثة لما بنتكلم عن الجمال مثلا، او بنتكلم عن الحب، او بنتكلم عن الأمومة، دي صفات كلها مؤنثة، فبيختاروا شكل ست، بيختاروا لها رمز بيحطوا فوق دماغها، يا اما بتبقى شكل الحيوان او الفجر اللي هم اختاروه، يا اما بني ادمه ست عاديه وحاطين الشعار فوق دماغها، زي حتحور بتتمثل بقرص الشمس وقرنين بقره، او بتتمثل بست كامله وراس بقره ونفس الرمز فوق دماغها. لما احنا بنكون بنتكلم عن صفه مذكره بنختار شكل راجل، لانه برضو احنا في الديانات الحديثه ما فيش حاجه اسمها الاله الست، احنا الاله ده من راجل والانبياء اللي جت رجاله، وما فيش اي فرصه لاي ست تاخد فرصتها. ف دي فكرة شوية محدودة عن الإله، لأن الإله ما ينفعش نحده بشكل فيزيائي، بشكل مادي، بشكل بني آدم، ما ينفعش نقول إن راجل أو ست. لكن في الديانات القديمة كانوا بيقولوا إن الإله بيجمع كل شيء، بيجمع الست وبيجمع الراجل، بيجمع طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة، عشان كده هو بيمثل الاتنين. عشان كده اختاروا فيجرز عملوا لها أشكال ست وفيجرز بشكل راجل عادي.